السكه دي. طب هل ده كده جرار؟ لا، ده مش جرار، واللي يقول لك ان ده جرار حمار. حصل الكلام ده، حصل ان هو ياخد الحمام ويروح للمكان اللي هو منشوش فيه مره واتنين بيشك. يعني ايه بيشك؟ بيعلم. يعني ايه بيعلم؟ يعني بياخد ربع السكه ويرجع لي. لو سكته ساعه هو بيغيب نص ساعه ويرجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الغوايه. احلى واجدع مسا عليكم يا رجاله. حابب اشكر كل الناس اللي بتسال عليا، كل الناس اللي بتدعمنا في الفيديوهات، والايام اللي جايه ان شاء الله باذن الله كلها خير وكلها فيديوهات. اول حاجه يا جدعان، احنا هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، وموضوع ناس كتير دخلت سالتني فيه وحصلت بسببه جدال. بلاش كلمه مشاكل، ربنا ما يجعل بيننا وبين اي حد مشاكل، وبين اي حد واي حد. يعني انا مش طرف في الموضوع مع حد ولا مع حد ضد حد، بس احنا بنتكلم في اصول الغيه، نتكلم عن موضوع الجرار. طيب اول حاجه يا رجاله، انا حابب اشكر كل غواي الحمام في جميع محافظات مصر. احنا كلنا في مصر بقى، اذا كان في اسكندريه، اذا كان بورسعيد، اذا كان دمياط، طنطا، المنصوره، السويس، بورسعيد، القاهره، الجيزه، حلوان، اي حته واي مكان. اي راجل بيحط ايده في جيبه كل اسبوع، كل يوم، كل شهر، بيطلع منها من قوت عياله ومن قوت يومه من شقاه كده، علشان يجيب لي الطير ده اكل، على راسي من فوق. غير كده انا ما بعتبر، يعني مش بعتبره غوا حمام. انا بعتبر غوا الحمام اللي بيصرف على الحمام. انما الناس اللي بتبقى قاعده في الغيه بصفعه الدوره شك شك شك، وارمي هنا وارمي هنا، ما بتكلمش عن حد، بتكلم على مستوى المحافظات. دول حتى دول يعني هم مش برضو مش هيجيبوا حق الكلفه، برضو لازم يحطوا من جيبهم. طيب هنتكلم يا رجاله الغيه، الصلاه على النبي كده. يعني احنا مش هنذكر اسامي حد. انا عن نفسي اتعودت من يوم ما دخلت اليوتيوب ان انا ما اذكرش اسامي حد الا في الخير، الا في الخير. طيب انا مش هذكر اسامي حد عشان ما حدش يقول ده محمد جاي مع فلان على فلان. لا، انا هتكلم في اصول غيه، والغيه بلا قوانين. الغيه انا طلعت وقلت مره واثنين وثلاثه ومليون ان ده مش قران نازل من السماء واحنا هنمشي على نهجه. لو احنا النهارده اعتبرناها غيه زغلول، غيه زغلول، طيب الحمامه الكبيره دي هتروح فين؟ ركزوا معانا يا جدعان، انا ما قلتش ان الغايه غايه دشار، ولا قلت الغايه غايه زغلول. بس لو الغايه دي غايه زغلول بس وقفلت، طيب الحمامه الكبيره دي هتروح فين؟ هتاكل منين؟ هتشرب منين؟ ما هو ده طير ربنا خلقه. انا بتكلم كمحمد. انا النهارده عملت 30 زغلول دكوره، خربوا الدنيا وخربوا شمالها وغربها ولفوا مصر، وهسافر واتزنقت في فلوس. هل لما انا اجي ابيعهم ده هتبقى حمامه معيوبه؟ هل الراجل اللي هيشتريهم ده الناس تمشي في البلد تزفه وتقول الراجل ابو حمامه اتشر؟ لا. طيب لو احنا جينا وقلنا الغايه دي غايه دشار، طب الزغلول هنوديه فين؟ الزغاليل اللي بنفرخها هنوديها فين؟ ما انت اطلع رد عليا، قول لي لما انت مثلا عندك 50 60 زغلول، ما هي غايه مش غايه زغلول بقى، فانت تيجي تبيع لي واحد تقول له انا عندي زغاليل، يقول لك لا انا عايز دكور عشان دشار. فركز معاه في النقطه دي. لولا تعدد الاذواق لبارت السلع، هي ولا غايه زغلول ولا غايه دشار. المثل بيقول اللي تغلبه العبه. طيب لو جينا بقى الاساس الغيه، اساس الغيه بيقول ابن الغيه ب100. هتقول لي ايه الانتقاد ده؟ هقول لك ده مش انتقاد، ده مش انتقاد، هي دي الحقيقه. انا النهارده لو عندي زغلول ابني انا ابني ومدخله في حرب، انا مربيه ايه؟ كنت بكلفه ازاي؟ صنعته ازاي؟ خليته شوط ازاي؟ اساسياته كلها معايا، اساسياته معايا، الكتالوج بتاعه معايا، انا المكان اللي انشأ فيه، فاهمني؟ انما الدكر الدشار بيخليك يحط ايدك على قلبك وتبقى خايف. وفي حمام دشار بيصدق، احنا مش هنقول ان الدشار وحش، وفي زغاليل تبقى خايبه بتعمل معاها فوق الصح وبتتضرب. ظروف غيه، غلطه غاوي، مناخ. المناخ برضه يا جدعان ليه تأثير قوي جدا 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 في الغايه بتاعتنا.
يوم بتفتح للحمام والدنيا كاشفه كده، يعني وشعه الشمس بتشقشق، يعني الشمس ساقطه خلاص، هوبا تلاقيها راحت مسوده. هوب انا مره اقسم بالله انا احكي لك على موقف. انا مره بفتح للاوله بتاعتي، كانوا حوالي 43 44 مش فاكر مش متذكر، الكلام ده من اربع سنين. فتحت للحمام والحمام كان طالع عارف سكته، لان احنا في مناطق شعبيه، وفي المناطق الشعبيه يا جدعان لو ما لحقتش نفسك وعودت حمامك ان هو على طول يعني يطلع بره منطقته ده على طول، الدقيقه بتفرق. الدقيقه بتفرق. اصول الغيه ان احنا لو بخمسه سته غواي بنختار اقوى حمامه فينا، مش اقوى غاوي. مفيش راجل على راجل، احنا بنختار اقوى حمامه او الحمامه اللي جهزت او اللي سلكت بمعنى الكلمه. وانت يا عم فتح الاول، هتفتح الاول هتاخد بعضك وتاخد سكه وانا وراك وانا وراك، بس الحمامه تطلع حمامه سالكه، حمامه شبعانه، دكوره كوره، مش حمامه لسه كاشفينها وحمامه بتشكح وتقعد تسقف، وحمامه جعانه عشان تسقط فلان من المجال وتغفل له واحد ولا اتنين وتغفل على العين والكلام ده. لا، بنتكلم في اصول غايه اللي ما بقتش موجوده. المهم انا عشان اكمل لكم الموقف في السريع كده، فتحت للحمامتين تك 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 دب، راحوا لابسين في مجال يعني جنبي هنا. هوبا الهوا ده بقت العواصف شغاله والنطره شغاله والرعد شغال. انا عن نفسي سبت الغي، انا كبني ادم لحم ودم بقى ومخ وربنا انا سبت الغيه ومشيت ونزلت. هقعد في المطره هتغرق الغيه لا قدر الله، ممكن تطير من شده الهوا، فاهمني. والحمد لله ان انا في اليوم ده ما اتضربليش حمام، بس انا لو كان اتضرب لي حمام انا ما كنتش هزعل عليه. دي ظروف مناخ، وساعات المجال بيسحب، انت معود حمامك على مجال، فاهمني. المجال ده الدنيا فتحت قدامه سحب دخل في منطقه، هو ده الرمي. مفيش حاجه اسمها بقى اصل الحمام راح حتى مش عارفه عدى الحدود اشيل الشوار، لا، الشوار يتحط ما يتشالش طالما حمامتك بتربي الشوار. في ناس انا اعرفها وانا واحد من ضمن الناس والفيديوهات تشهد ما بحطش الشوار، انا اتعودت على كده. ليه؟ انا لما كنت على ما اسمع ان الشوار ده كان بيتحط زمان علشان خاطر يعلموا الغيه، يقول لك الحاج وفلان فتح. عرفت منين؟ لان كانت المسافات بين الغيات كبيره، فما كانوش بيشوفوا الحمام، فكان يقول لك معلق الشوار يبقى فتح. خلاص انا هطلع افتح، انا جاي من الشغل مستعجل لقيت محمد معلق الشوار يبقى محمد رمى، وما انا داخل مفتح. كانوا يشيلوا الشوارات في الضلمه. التماسي بتاعت زمان ما بقتش موجوده دلوقتي عشان ما نكدبش على بعضينا. الحمامه بتاعت زمان ما بقتش موجوده دلوقتي. عيب بقى تجيبوها في شبكه ارسال، عيب معلش في الكلمه نجيبها في الكلفه، شويه نجيبها في الغواي، شويه نجيبها في الحمام. عامه هي البلد في كل حاجه، في كل حاجه خيرها قل. ده زمان كنت تجيب اللحمه تحطها في الحله اللحمه تنفش، تلاقي حته اللحمه مقطعه قد كده بقت قد كده. النهارده قطعها قد كده حطها في الحله تبقى قد كده. احنا ما بنتكلمش في السياسه، فكل حاجه خيرها قل. اشمعنى معلش في الكلمه الحمام؟ في حمامه جامده وفي حمامه بتموت على صاحبها، وفي حمام لو الدنيا خربت مش هيحط الا في مكانه. طيب الغيه برضه احنا ما ردناش على ايه؟ على السؤال. غيه ايه؟ غيه زغلول. الزغلول بيطمنك. الزغلول بامانه انا عن نفسي مربي الزغاليل. الزغلول هيقرفك في علاجات، في تحصينات، في مواعيد، في كلفه، في جرد، في تشويط، في كل حاجه الزغلول مقرف. بس اللي عدى اديله بقى، وسع له 10 سنين، 12 سنه، 14 سنه، 15 سنه، وربنا يديله طولة العمر. في فرد عم بيموت بعد سنه، ده الاعمار دي بتاعت ربنا. انما الذكر الدشار تبقى انت جايبه ابن سنتين وابن ثلاثه، هيديك سنتين ثلاثه وخلاص. فانت ما بتعمل طريقه زغاليل بتريحك. انما في مثل برضه عند غواي الحمام بيقول لك شراء العبد ولا تربيته. والزغلول ده يا جدعان عايز مجال، واقسم بالله في المناطق الشعبيه الزغاليل ما بتاكلش. ليه؟ الغيه راكبه على الغيه، والمصحف بتاع ربنا الذكر الدشار بتفتح له من الباب يهوى كده تلاقي الحمام راح جاي شايله من على الغيه، فاهمني؟ الحمام بيقوم جاي بتاع خصمك شايله من على الغيه، والمناطق الشعبيه كلها اخصام. تمام.
احنا دلوقتي يا جدعان انا كمحمد ارشح الزغلول. طب انت بتجيبه؟ لا، انا جبت كذا مره زغاليل وقعت مني اللي هو مرض وعيا، وانا كان حصلت لي مشاكل وحادثه وي 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 وي. طب هل انت هتعمل تاني؟ هعمل تاني زغاليل. زغاليل. طب هل انت بتشتري كرة شر؟ طب الجرار بقى اللي هو اساسا موضوعنا والموضوع اللي احنا ما اتكلمناش فيه. في جرار يا جدعان، في جرار وفي فرد حمام بيحسس. يعني ايه؟ يعني انا وليكن جايب فرد حمام من الطريق ده، قبلي مثلا او بحري او غرب او شرق، عشان حسب المحافظات والناس اللي بتتابعني. فرد الحمام ده في اتشار وبفتح له ينزل يجري. وخلي بالك يا جدعان، الدشار انا هعمل لكم حلقه مخصوصه عن الزغاليل، وحلقه مخصوصه عن الحمام الدشار، وحلقه تاني خلينا نتكلم عن الجرار، وحلقه تاني عن السلاكه، وايه القصوص اللي تتفرخ، وايه الحمامه اللي تتفرخ. المهم خلينا بياخد السكه دي. طب هل ده كده جرار؟ لا، ده مش جرار. واللي يقول لك ان ده جرار حمار، لا مؤاخذه في الكلمه. ليه؟ ده فرد حمام بيحسس، عايز يروح عند صاحبه. لو انت هودته حطيت في وسطيه 10 حمامات وسحبوا معاه كده، وهم هودوه مشوا وراه مره في الثانيه في الثالثه وراح، واقسم بالله وحصلت. انا بكلمك على كلام بيحصل معايا انا كغاوي حمام وابصم عليه، اقسم بالله حصل الكلام ده حصل. ان هو ياخد الحمام ويروح للمكان اللي هو منشوش فيه مره واتنين بيشك. يعني ايه بيشك؟ بيعلم. يعني ايه بيعلم؟ يعني بياخد ربع السكه ويرجع لي. لو سكته ساعه هو بيغيب نص ساعه ويرجع. بيعلم الاماكن، بكره 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 لحد دي بيقوم واخد بعضه وماشي. خلاص كده هو عرف من الحته دي للحته دي، هو عرف مكانه. اللي بيهاوده ما بيرجعش الا اللي بطل 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 بطل. يعني انت بالصلاه على النبي جايب 15 ذكر دشار ملاقيهم من الاسواق او من هنا او من هنا في دايرتك، ورحت حاططهم في طلع العبس فيهم بيجري كده، وانت عجبك المكان ده فاضي والمجال ده فاضي عن الزحمه اللي انت فيها، ورحت حاطط له ال 14 واحده انتشار اللي انت دشرتهم صح وعملتهم صح وجريت وراهم صح وجمدتهم صح، ومشوا وغوطوا ورا فرد الحمام اللي مشواره ساعه. طب هو هيرجع لك تاني؟ هيرجع لك تاني؟ لا. لو من ال 15 رجع لك 10 يبقى انت بطل. ممكن ما يرجعوش، اقسم بالله ممكن ما يرجعوا، وممكن يرجعوا ل 14. في حمام خلي بالك ما بيهوتش. يعني في اوله ما تهوتش الجرار بتاعها، بتشك. ايه يا عم ده؟ زي مثلا لو انت مخطوف تقول ايه يا عم ده مش مكاني، ده مش مجالي، ويقوموا ملفينه وسايبينه وهو هاتك. انا كان عندي واحد برقبه خضراء كان طاير في منطقه جنبي، عشان ما اذكرش بس الاسامي، والحمام ده كان بيمشي مني وانا عارف ان هو بيمشي من دشاره، وكان بيروح يركن على العماره اللي كان طاير فيها عشان غيته اتحلت. كان بيروح يركن على العماره، والاولى تروح تجري تاخد في المجال هناك في المكان ده وهو راكن على العماره، وبعد كده هو يجي عادي خالص. بس انا حمام، هو ودى الحمام لحد المجال. لو الغايه موجوده بقى وانا بجرد، فاهمني؟ في فرق بين الجرار بتاع بالنهار والجرار بتاع بالليل. والجرار اللي هو ابن الغيه، فاهمني؟ المنتخب اللي هو بيطلع في وسط الزغاليل وهو اللي بتشوفه انت بعينك كده، هو ده السواق، فاهمني؟ وفي فرق فرد الحمام اللي بيحسس وعايز يروح. انا عايزك تركز في النقطه دي، لان حتى في تشميس الحمام انا هكلمك في النقطه دي. في حمام هيروح منك في التشميس، هيروح منك. ما هو انا هقول لك على حاجه، الزغلول يقرفك في تشاره وهو صغير، في علاجاته ومش عارفه ايه وفي تشويته والكلام ده، انما في التشميس بعد ما بيبات ما بيقرفكش. بتفتح له ليل، بتفتح له بالنهار، بتفتح له اي وقت، ما بتخافش عليه. غير فرد الحمل اللي انت جايبه الدشار اللي من منطقتك، اللي هو انت من القاهره وهو من القاهره، فرق بقى 10 محطات 15 محطه 20 محطه، جامد وبيروح. انما لما تبقى جايب طبعا اولها من دمياط، من طنطا، من دمنهور، من منصوره، من اسماعيليه، وانت في القاهره، ده مشوار على فرد الحمام. انما لما تبقى جايبه مثلا من هنا او من هنا او من هنا والدنيا جنب بعضيها، هتيجي تفتح له في التشميس هيروح منك. هتيجي تفتح له في تشاره، هيبقى تشاره مش سهل،
وطريقه، اصل الدشار لازم تسيبه يصد شمال ويمين وهو اتشار. عارف الدشار اللي ما بيعملش النمره، اللي هو يجري شمال ويصد يمين والكلام ده، لو طلع عندك 10 سنين اول ما ياخد مع حد يحط ليه؟ هو مش جامد. ما هو مش كل الدشار جامد ومش كل الزغاليل جامده. ما هو انت برضه لما بتجيب طريقه زغاليل بتبتدي تنقض منهم اللي مش نافع، اللي ذكاؤه قليل، اللي طلعت نتايه، اللي جهده قليل، اللي مش كده. فالغايه يا جدعان متنوعه، والغايه غايه حب. انا بتفق مع الناس ان الغايه بقت غايه جوع، وان الغيه لمت وي 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 وي، بس الحمام رمز للسلام. خلينا نصدر صوره حلوه للناس، خلينا نتكلم في الحمام بالحب. اي حاجه يا جدعان. انا واحد من الناس، انا لسه عامل سلاكه، الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هفرجكم على السلاكه وعملناها ازاي وعملناها ليه، علشان خاطر نفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي نقطه الزغلول والحمامات الدشار. وايه اللي يقرفك في الدشار؟ ما هو زي ما اتكلمنا، فانت لازم تعمل طريقه الزغاليل وتطعمها بالدشار سهله، انما ما تخليهاش كلها كده وكلها كده. زي فريق الكوره بتطلع شويه ناشئين على لعيب محترف كده، هي ماشيه كده يا جدعان والله. هي طبق حلويات، زي ما بتجيب اللبلق الاسود بتجيب السكروته، زي ما بتجيب الاخضر، زي ما بتجيب الجمعيه الازرق، زي ما بتجيب الجريزلي، زي ما بتحط حلبي، بتحط عبسي، بتحط راي، بتحط قمري، بتحط بنيدي، طبق حلويات مشكل. هي كده الغايه حب والله. الناس اللي واخداها كده ديت وفاهمني، لا الغايه غايه حب، والناس كلها على دماغنا وبنحب الناس كلها، وكلنا بنتعلم من بعضينا وكلنا بنكمل بعضينا. وانا بتاسف لكم على التاخير في الفيديوهات، وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه كلها خير باذن الله باذن الله. هعمل لكم فيديوهات في السلاكه، هيبقى عندنا سلاكه. هعمل لكم فيديوهات ان شاء الله باذن الله في الغيه، وايام النش جايه، وايام الحب والخير كله جاي، والمتعه والتشميس والتهويه والحد والجرد، كل الحاجات دي هنعمل عنها فيديوهات. فرخ الاسوس اللي يتفرخ ازاي تغير دم وكل الكلام في السلاكه. عندنا سلاكه باذن الله تبقى محترمه، وهنبتدي ان احنا نجهز فيها. هنعمل لفت عشان برضو الزغاليل، هنسيب شويه زغاليل عشان خاطر الحمام بتاع الغيه يبقى الغيه كوره بس، تبقى السلاكه للاسوس بس، يبقى اللفت للزغاليل بس، عشان الحمامه اللي هي المقفوله عليها اللي هي الدكوره اللي احنا مبوبين عليها دي ما تشوفش حاجه طالعه، ما تشوفش حاجه نازله. مفيش حاجه اسمها بقى حمامه شار في التماسي والكلام ده، الدشار بيتقفل عليه والكلام ده كله. ومجالك يحكم عليك، اقسم بالله مجالك يحكم عليك، الغاوي اللي جنبك يحكم عليك. انت لو جنبك غاوي تقيل وعنده كتف تقيل يعني عنده حمامه كتيره، هيقرفك، اقسم بالله هيقرفك. هتيجي تطلع زغاليل هينش عليك، هتطلع حمام كبير هينش عليك، هتيجي تقول له اصول هيقول لك حرقنا المحصول. مفيش اصول يابا، وباب السما مفتوحه، واللي يقدر على التاني حلال على التاني، وهي بقت دايره كده. فاللي تغلبه العبه. انا بتكلم عن نفسي، انا كغيتي انا خلاص الحمد لله عملت سلاكه، الحمد لله الحمد لله عملت سلاكه، وده كان حوار كبير بالنسبه لي. وهنبتدي ننزل اسوس ونجيب اسوس ونعمل اسوس، وجبنا شويه اسوس محترمين وهنفرجكم عليهم. وباذن الله برضو جايبين كام زغلول حلوين هنسيبهم على اللفت، هنجهز لفت محترم وحاجه برضو محترمه، وهنبقى عندنا شويه زيادات حمام زيادات مالهمش لازمه برضو هنطلعهم لكم للبيع. وتحياتي لكل غوايه الحمام في كل المحافظات في كل المدن، على دماغنا من فوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.